وجماع ما قيل في القناعة أن ترضى بما قسم الله لك. هذا جماع ما قيل في معنى القناعة، أن ترضى بما قسم الله لك. إذا أعطاك مالا كثير فالقناعة أن ترضى به وإن كنت كثير المال. لهذا القناعة ليس معناها قلة المال، لا، القناعة أن ترضى بما قسم الله لك. أعطاك قليل من مال ارضى به، أعطاك كثير ارضى به. لهذا لا يطيب عيش العبد إلا بالقناعة. لهذا يقول البستي رحمه الله تعالى: وذو القناعة، يقولها في عنوان الحكم منظومته النفيسة، يقول: وذو القناعة راض من معيشته، وصاحب الحرص إن أسرى فغضبان. وذو القناعة راض من معيشته، مبنى عيشه على الرضا، وصاحب الحرص إن أسرى فغضبان. أما الجشع الهلع فهذا لا يرضيه شيء، فدائم الغضب.